لا تقولي لي مقلي ولا مشوي، صينية السمك البلطي يا جماعة في الفرن حقيقي غير. عملنا النهاردة أحلى صينية سمك بلطي في الفرن بطريقة سهلة جدا وبسيطة، حقيقي ما بتوقفكيش كتير أبدا في المطبخ، بتطلع كده زي ما انتوا شايفين متحمرة تحت وفوق منها فيها، ما بفتحلوش أي شواية. شايفين حقيقي طعمه حلو جدا. كمان عملنا جنبه رز صيادية بالخضار وسلطة بابا غنوج بالخضار المشوي. يلا نشوف عملنا أكلتنا النهاردة ازاي. بس أول حاجة نصلي ونسلم على رسولنا الكريم ونقول بسم الله. اول حاجه هنا عندي كميه السمك البلطي بتاعتي كانت كيلو وربع، جبته ونضفته كويس جدا وشلت البطن بتاعته والقشر بتاعه والزعانف بتاعته وخليته كده زي الفل زي ما انتوا شايفين. بعدين جبت ليمونه كامله قسمتها نصين، عصرت نص على الناحيه دي ونص على الناحيه التانية. زي ما انتوا عارفين انا دايما بحب اعصر على الاسماك بتاعتي ليمون، لانه حقيقي بيشيل اي زفاره موجوده في الاسماك. وقشر الليمون هنا برضو معايا ما برموهوش، هنركنه على جنب وهستخدمه في الوصفة بتاعتي. تمام. رشيت بقى على السمك بتاعي كده رشة ملح محترمة على الناحيتين برضو عشان احيق لحم السمكية ويبقى طعمها حلو. هركن بقى السمك بتاعي على جنب شوية. في الوقت ده حضرت تتبيلة السمك، حطيت حوالي 10 فصوص من الثوم في الكبة بتاعتي، عليها قرن فلفل كده حامي او بارد زي ما تحبي. تمام. نزلت عليهم كمان بعصير ليمونة كاملة. نزلت بقى بالتوابل بتاعتي، كمون، كزبرة، الملح بتاعي، وهضرب بقى ده كله مع بعض زي ما انتوا شايفين كده لغاية لما التتبيلة تنعم الى حد ما معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي بقى ايه اتبل بيها السمك كده من جوه ومن بره. تمام. لغاية لما اخلص الكمية كلها، وتبلت هنا كمية السمك كلها هركنها برضو على جنب. بعدين جبت صينية فرن ايا كان نوعها، بايركس او ألمونيوم، وابتديت ان انا اقطع فيها كده بصلاية جوانح زي ما انتوا شايفين، كله بالسكينة كده على ايدي وانا واقفة. بعدين هنزل عليها بباقي تتبيلة السمك اللي اتبقت معايا، هنزل عليهم كمان بشوية من الشبت المفروم، وليكن حزمة صغيرة ده كان فروزن عندي في الفريزر. هنزل عليهم كمان بعصير ليمونة كاملة، والملح بقى عشان اظبط الملح بتاع الخضار شوية كده من الزيت، حوالي معلقتين 3. وهقلب بقى الخلطة دي كلها مع بعض، وهبتدي احشي بيها السمك وارصه عندي كده في الصينية زي ما انتوا شايفين. سهل جدا وبسيط، طعمه حقيقي بيطلع خطير، ما بياخدش حرفيا اي وقت. هعمل بقى كده الكمية كلها واظبطها كده واحطها عندي في الصينية. تمام. اي تتبيلة بقى من تتبيلة السمك الاولانية متبقية عندي هحطها كده على وش السمك، بتدي برضو ريحة حلوة جدا في الفرن. هديله بقى كده رشة كمون على الوش، رشة كزبرة، لو حابة تحطي رشة شطة برضو ما يضرش، وكمان شوية زيت على وش السمك عشان يطلع كده بيلمع وحلو. وادي بقى قشر الليمون اللي قلتلكم مش هنرميه، هحطه كده على وش كل سمكية عشان بيدي حقيقي ريحة حلوة جدا جدا للسمك في الفرن. هدخل بقى السمك بتاعي فرن ساخن مسبقا على 200 الرف الوسطاني، وهسيبه يستوي على مهله. في الوقت ده بقى هحضر سلطة البابا غنوج. حطيت كده البدنجان يتشوي على النار، وهحضر كمان الخضار اللي هشويه في صينية فرن. هحط قرن فلفل، بصلاية، راس توم كده صغيرة بقشرها، وهغطيهم وادخلهم كده يتشووا جنب السمك في الفرن. في الوقت ده بقى هحضر رز الصيادية بتاعي في حلة سخنة على النار. هنزل كده بشوية من الزيت، وبعدين هنزل ببصلاية متقطعة مكعبات صغيرة كده بالسكينة، وهبتدي احمر البصلاية لغاية لما تاخد اللون البني الفاتح كده زي ما انتوا شايفين. هنزل عليها بمعلقة صغيرة من تتبيلة السمك، ودي كانت موجودة عندي في التلاجة، وهشوحها معاها كده لغاية لما اشم ريحة التوم. بعدين هنزل عليها بقرن فلفل احمر رومي متقطع مكعبات صغيرة، وهشوحه لغاية لما يدبل شوية. بعدين هنزل عليهم بطماطمايه كده كبيرة شوية متقطعة مكعبات صغيرة، وهشوحها برضو معاهم لغاية لما الطماطمايه دي احسها دخلت في تسبيك. هنزل عليها بقى بمقدار المية المغلية عندي. تمام. هظبط بقى الملح بتاعي بتاع الرز، وبعدين هنزل بمعلقة صغيرة من السكر، حقيقي بتفرق جدا في طعم رز الصيادية. هديها كمان رشة كمون، رشة فلفل اسود، وهسيب المية بتاعتي دي تغلي. اول ما تغلي على طول هنزل بالرز المصري بتاعي المغسول والمتصفي كويس جدا. تمام.
لكل كوباية رز مصري مغسول كويس جدا ومتصفي كوباية واحدة من المية المغلية ومعلقة صغيرة ممسوحة من الملح. أنا بالنسبة لي بزود المية لكوباية وربع عشان بحب الرز يكون طري سنة عن المعتاد. تمام. هنا الرز كان اتشرب معايا زي ما انتوا شايفين، ههديله النار وهسيبه يستوي. لو حابة تغمقي بصلة الرز عن كده غمقيها، بس احنا في البيت بنحبه يكون فاتح شوية. تمام. وهي البصلة اللي بتتحكم في لون الرز معاكي. سبت بقى الرز يستوي، هاجي بقى لسلطة البابا غنوج. الخضار اتشوى في الفرن وخرج، والبدنجان اتشوى على النار، جمعتهم كده كلهم في صينية. قشرت بقى الفلفلايه كده، الجلدة الخارجية شلتها، والبصلاية برضو شلت الجلدة الخارجية بتاعتها، ودرس التوم كده هضغط عليه هيخرج التوم المشوي عامل زي المرام حرفيا. وقشرت البتنجان وهرست بقى كل ده مع بعضه. الهراسة بتاعتي بقى كانت مكسورة، فاتصرفت زي اي ست مصرية، مش هنقف طبعا. هرست كل ده بالكوباية، بعدين ضفت لهم ربع كوباية من الطحينة الخام، شوية من الزيت حوالي معلقتين 3 كبار. كمان ضفت لهم التوابل بقى، ملح كمون كزبرة شطة. عصرت كمان عليهم عصير ليمونة كاملة. تمام. قلبت بقى كل ده مع بعضه كده لغاية لما امتزجوا. وهرجع كمان هزود معلقتين 3 كبار من طبعا الخل الابيض اساسي في سلطة البابا غنوج لانه بيظبط الطعم جدا. السلطة بقت جاهزة معايا كده زي ما انتوا شايفين، هقدمها كده في طبق التقديم. حقيقي يا جماعة طعمها حلو جدا جدا، احلى كتير من اللي بناكلها بره في المطاعم. وادي السمك بتاعنا كمان خرج من الفرن. قدمنا بقى كل الاكل بتاعنا، وقدمنا كمان جنبهم سلطة بلدي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوا كل الوصفات اللي فيه. بحبكم في الله.